لو أقدر أقدم استقالتي منك كنت عملتها من زمان. استقالة ايه بس؟ انت مين اصلا؟ أنا قلبك، الموتور اللي شغالك 24 ساعة من غير أجازة. قلب ايه بس؟ مش انت شوية لحم بينبض وخلاص؟ أنا مضخة من 4 غرف، كل نبضة فيا بتزق الدم ومعاه الأكسجين والغذاء لكل خلية في جسمك حتى وانت نايم. طيب لو انت قلبي بجد قول لي ايه اكتر حاجة بتتعبك في حياتي اليومية؟ قاعدة بالساعات قدام الشاشة من غير حركة، وأكل تقيل يخلي الدهون تعلى والشرايين تضيق، وأنا أضرب أسرع عشان أعدي الدم بالعافية، ومع العصبية والزعل طول اليوم ضغطي يعلى وجوايا أتجرح واحدة واحدة. والله يا قلبي انت وجعت قلبي. يعني انا ممكن فعلا اكون بدمرك وانا مش واخد بالي؟ مش ضد إنك تفرح وتاكل، بس لما ده يبقى أسلوب حياة أنا اللي بدفع الثمن في كل نبضة. لما تحس بخفقان أو وجع مش طبيعي أو ضيق نفس من أقل مجهود، ده مش صدفة، ده أنا بزعقلك وأقولك غير قبل ما أتعب أكتر. طيب ايه اقل حاجة اقدر ابدأ بيها عشان احس ان احنا اتحسنا سوا؟ تصدق شوية حركة بس يفرقوا، 10 دقايق مشي في اليوم يخلوا الدم يجري أسهل والنفس يبقى أهدى وأنا أشتغل أريح، وكوباية مية زيادة بدل الغازيات تخفف الحمل عليا وتخلي الدم يمشي بسلاسة في كل حتة في جسمك. ولما تهدى وما تخليش كل حاجة تعصبك، هرمونات التوتر تقل وضغطي أنا كمان يهدى وارتاح معاك. بجد عمري ما فكرت ان كل ده بيحصل في جسمي. انا اسف يا قلبي. أنا مش زعلان منك، طول ما في نبض في فرصة تغير قبل ما أضطر أوجعك جدا. تصدق يالا انت قلبي بجد.